الفيديو ده مخصوص لطلاب اولى ثانوي اللي طلبوا مني ان انا اعمل فيديو نصايح وكمان جدول لم التراكمات، واقول لكم تعملوا ايه بالظبط الفتره دي، لان في كتير جدا منكم تايهين ومش عارفين يعملوا ايه. عايزه اقول لكم يا جماعه، انتوا حرفيا في السنه اللي اكتر سنه بتلخص شخصيه الطالب. بتعرفوا انتوا حابين ميولكم للادبي ولا للعلمي، ولا ميولكم رايح لفين بالظبط. لو عندكم تراكمات دلوقتي فده طبيعي جدا، لكن اللي مش طبيعي ان احنا نسيبها تكبر اكتر واكتر كل يوم. في الفيديو ده هديكوا الخطه اللي هتنقذكم حرفيا وهتخليكم تلحقوا كل المواد قبل الامتحانات من غير اي ضغط ولا انهيار ولا نقعد نعيط كتير ونعيش في جو الدراما. فلو انتوا مهتمين فعلا انكم تبداوا تلموا التراكمات، اضغطوا لايك للفيديو ده واكتبوا لي في الكومنتات عايزيني اعمل لكم فيديوهات ايه تاني لاولى ثانوي. وبس كده، يلا بينا نبدا. قبل ما اقولكوا على الجدول او اتكلم معاكم في اي حاجه، لازم اقولكوا حاجه مهمه جدا. التراكمات مش معناها انك فاشل ولا انك مش هتلحق ولا انك اتاخرت، مش معناها كده خالص. التراكمات معناها انك كنت محتاج طريقه تسهل عليك في المذاكره، طريقه تساعدك من البدايه او خطه تكون ماشي عليها، وده اللي انا هقوله لكم النهارده. فلو انت شايف ان المواد كتير، وانا عارفه انها كتير، عارفه ان انتوا مضغوطين بسبب المدرسه، بسبب الدروس، بسبب حاجات كتير جدا جدا، فاحنا المفروض ان احنا نهدي نفسنا ونبدا واحده واحده نشوف المفروض ان احنا نعمل ايه. هات ورقه صغيره واكتب كده بالظبط اللي انا هقولك عليه ده. اكتب الماده واكتب عندك الدروس اللي وراك فيها، يعني عدد الدروس. انا مثلا الماده دي العربي عندي فيها كام درس قراءه، كام درس نحو. اكتبوا كده كل حاجه قدامكم، وابداوا ان انتوا حددوا الدروس اللي انتوا خلصتوها واللي انتوا تمام فيها، والدروس اللي انتوا لسه ما ذاكرتوهاش او اصعب حاجه فيها، او الدروس الصعبه اللي انتوا مش عارفين تعملوا فيها ايه. الخطوه دي هتاخد منكم 3 دقايق بس، لكن هتوفر عليكم ايام جايه، ايام بجد. يعني احنا ممكن نقعد ايام مش عارفين نعمل ايه، وممكن تحلوا الموضوع كله في 3 دقايق. ان احنا نحدد كده الدروس اللي احنا مش مذاكرينها والدروس اللي احنا مذاكرينها. ورقه كبيره اكتبوا فيها المواد بتاعتكم كلها وحددوا فيها النقط دي. طيب ازاي بقى انا فعليا ابدا ان انا الم التراكمات او الحاجات اللي انا حددتها وجهزتها في كل ماده؟ هنمشي على قاعده مهمه قوي، وهي قاعده 3 في 1. ايه قاعده 3 في 1 دي؟ هقول لكم يعني ايه. هتذاكر كل يوم 3 مواد، ماده تقيله، ماده متوسطه، وماده خفيفه. ده بيخلي مخك ما يتعبش وما يحسش ان انت بتعمل مجهود كبير، ولكن في نفس الوقت هتحس ان انت بتنجز اكتر وبتنجز حاجات كتير. انت بتذاكر 3 مواد في يوم واحد. عندنا كمان طريقه ال 45 في 15. دي بقى هتبقى للمذاكره التقيله او للمواد الصعبه او لليوم اللي انت هتكون مضغوط فيه. الماده التقيله يعني هنديها 45 دقيقه مذاكره بتركيز، 15 دقيقه راحه. الموضوع ده مفيش اسهل منه بجد. هتظبط كده على الموبايل عندك المؤقت بتاعك او التايم اللي انت هتبقى حاسبه للمذاكره. هنذاكر 45 دقيقه، ناخد 15 دقيقه راحه. الموضوع كله هتلاقوا نفسكم ان انتوا يعني بتفصلوا وفي نفس الوقت بتذاكروا، فهتحسوا بمتعه كده، مش ان الموضوع صعب ولا اي حاجه. هعمل ايه في وقت الراحه او ال 15 دقيقه دي؟ هغير مكان المذاكره طبعا اللي انا قاعده فيه، اقوم خالص من عند المكتب، اقوم مش عايز اشوف كتب قدامي، لا هقوم يعني اعمل اي حاجه جديده مختلفه في ال 15 دقيقه دي. نشرب ميه، نقوم نعمل كده ايس كوفي، نعمل مشروب، نعمل عصير، نعمل اي حاجه. نفرد ظهرنا عشان اكيد احنا بنتعب من قعده المكتب وايدينا بتوجعنا وظهرنا وكل حاجه، فنقوم كده نتمشى شويه ونرجع تاني نكمل. معاكم ربع ساعه تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. بعد كده بقى عندنا قاعدة درس جديد زائد درس قديم. اكتر طريقة ذكية للم التراكمات الناس اللي لسه بتاخد حاجات جديدة في الدروس وفي نفس الوقت مراكمة دروس قديمة وفصول قديمة. فتعمل ايه؟ كل يوم نذاكر درس جديد من مادة ونراجع درس قديم. ده بيزود الفهم وبيقلل الضغط. انت تبقى ماشي ومواكب القديم والجديد مع بعض، كله في توازن كده. انت ماشي في المادة تمام جدا جدا، وفي نفس الوقت انت مش بتضغط نفسك. بنقعد نذاكر القديم وفي نفس الوقت بنراكم الجديد واحنا بنذاكر القديم، فلا احنا ماشيين في توازن في الموضوع، بنذاكر درس قديم مع درس جديد. القاعدة اللي بعد كده بقى وهي اسمها قاعدة تلخيص الدقيقة. انا جايبه لكم النهارده حاجات جديدة كده اول مرة اكلمكم عنها. يعني ايه قاعدة تلخيص الدقيقة دي؟ بعد ما تذاكر اي درس اعمل تسجيل صوتي، ريكورد على التليفون عندك، ريكورد اشرح لنفسك في الدرس اللي انت ذاكرته النهارده او الجزء اللي انت خلصته النهارده، وكأنك بتشرحه لحد من صحابك او بتشرحه لاي حد. يعني اي حد كده سألك على الجزئية دي فانت هتشرحها له في دقيقة واحدة بس. الطريقة دي هتثبت المعلومات 10 اضعاف. انا بالنسبه لي لما باجي اذاكر بحب جدا جدا ان انا اشرح لحد قدامي، وطبعا انا ما بيبقاش في حد قدامي ان انا اشرح له، فبتخيل في دماغي ان في حد قدامي وانا بشرح له. الطريقه دي بتثبت المعلومات جدا جدا. لو انت اصلا الدرس ده انت مش كويس فيه او مش تمام فيه قد كده، وانت بتشرحه لحد، انت بتفهم وانت بتشرح. يعني احنا بنفهم الاجزاء اللي احنا بنشرحها لغيرنا. فلو انت مش متاح قدامك ان انت تشرح لحد من زمايلك، فنسجل الريكورد كده وكاننا احنا بنشرح لحد، او انا مدرس وبشرح للطلاب وكده.
نيجي بقى على خامس حاجة وهي ورقة الإنقاذ. ايه ده؟ ايه ورقة الإنقاذ دي؟ هقولكوا تعملوا ايه بالظبط. هنجيب ورقة واحدة بس هنكتب فيها كل الحاجات اللي انا هقولكوا عليها دي. هتكتبوا فيها اهم القوانين اللي عندكم في الدرس ده، اهم الافكار، اهم التعريفات. طبعا ده بيكون على حسب الماده اللي انتوا بتذاكروها ايه. المهم ان انتوا هتكتبوا كل الحاجات اللي انتوا طلعتوا بيها من الدرس اللي انتوا ذاكرتوه النهارده ده. الورقه دي هتكون معاك في كل يوم انت هتذاكر فيه الماده دي، هتوفر عليك وقت رهيب انتوا مش متخيلين قد ايه. كل درس احنا لو لخصناه كده في ورقه كتبنا فيه اهم الافكار اللي طلعنا منها من الدرس، اهم التعريفات، اهم القوانين، ولو في اي حاجه تانية برضو مهمه اكتبوها. وكل مره وانا جايه اذاكر مثلا العلوم المتكامله هيكون معايا الورقه بتاعه الدرس اللي فات، هاجي اقوم راجعاها كده بس في 10 دقايق هلاقي نفسي ان انا راجعتها. خلاص نخش بقى على الدرس اللي بعده. فاهمين قصدي؟ فدايما واحنا بنذاكر كل مره بحب ان انا اراجع وابص كده بصه سريعه على اللي فات، اشوف انا فاكراه ولا لا، في حاجه نسيتها، في حاجه وقعت مني، اراجع عليها كده بسرعه. فدي انا مسمياها ورقه الانقاذ، هتساعدكم جدا جدا. ابداوا فيها من دلوقتي وجربوها والله بجد هتنفعكم وهتدعوا لي. نيجي بعد كده بقى لحيلة كده أنا بحب إن أنا أعملها، وهي بتكون للطلاب اللي عندهم اكتئاب دراسي. يعني إيه اكتئاب دراسي؟ يعني انتوا مالكوش نفس تذاكروا وخلاص، أنا كارهة حاجة اسمها مذاكرة، مش عايزة إن أنا أذاكر. فبنعمل طريقة كده اسمها المذاكرة الصامتة. لو ما عندكش طاقة إن أنت تذاكر، اقعد قدام الكتاب بس من غير ما تذاكر لمدة دقيقتين. افتح الكتاب قدامك، اقعد قدامه لمدة دقيقتين، تلقائي هتلاقي نفسك بدأت إن أنت تذاكر. قاعد قدام الكتاب، قاعد في جو مهيأ جدا، حواليك كل حاجه تشجعك على المذاكره، جنبك مشروب، جنبك الادوات بتاعتك، جنبك الاقلام، الالوان، الماركر، الستيكي نوتس، كل حاجه جنبك. فانت تلقائي لو عدى بس عليك دقيقتين 5 دقايق بالكتير قوي هتلاقي نفسك خلاص انت بدات. هتقوم كده باصص، طب هبص كده اشوف انا عندي درس ايه النهارده هذاكره، طب اشوف كده انا خلصت ايه، طب اشوف انا عندي ايه. هتلاقوا نفسكم دخلتوا في مود المذاكره، فتلقائي هنلاقي نفسنا ان احنا بدانا. اصعب حاجه في المذاكره هي البدايه، مش المذاكره نفسها، لحظه البدايه. لو خلاص دخلنا في مود المذاكره خلاص كده كل حاجه اتحلت. لكن المذاكره نفسها مقدور عليها وسهل ان احنا نقسم الدنيا ونعمل خطوات صغيره كده. نيجي بقى لفكره الجدول اللي انا مجهزها لكم النهارده. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده انطلب مني كتير والجدول ده انطلب مني كتير جدا جدا، فانا جايبه لكم فكره موحده وهتساعدكم وهتسهل عليكم جدا جدا. الفكره بقى انتوا تمشوها وتطبقوها زي ما انتم عايزين على المواد بتاعتكم. عايزين تشوفوا المواد بتاعتكم هتمشي ازاي. الموضوع بسيط جدا ومش معقد، ما تخافوش خالص. يلا نشوف فكره الجدول بتاع النهارده. طبعا احنا اتفقنا وقلنا ان طريقة مذاكرتنا هتكون 3 في 1. اليوم الواحد هنذاكر فيه 3 مواد. طيب بالنسبة للمواد بقى هنقسمها ازاي او هنصنفها ازاي؟ قلنا ان احنا هنذاكر مادة تقيلة، مادة متوسطة، ومادة خفيفة. المادة التقيلة هنذاكرها 45 في 15 زي ما احنا اتفقنا، 45 دقيقة مذاكرة بتركيز، 15 دقيقة راحة. بالنسبة للمادة المتوسطة هنذاكرها 30 دقيقة و10 دقايق راحة. المادة الخفيفة هنذاكرها 25 دقيقة و5 دقايق راحة. تمام، يبقى احنا كده ظبطنا النظام اللي احنا هنمشي عليه. كل يوم مادة تقيلة، واحدة متوسطة، وواحدة خفيفة، وفي نهاية اليوم هنعمل مراجعة سريعة على كل اللي احنا خلصناه النهاردة. تمام، يبقى انا كده عرفت انا هعمل ايه بالظبط في يومي. اخر حاجة بقى هنكتفي بيها وهي ان احنا هنعمل تلخيص للمذاكرة اللي احنا خلصناها النهاردة. انا مثلا ذاكرت فصل النهاردة في التاريخ، فممكن ان انا الخصه في ورقتين 3 كده. الملخصات دي هتساعدني ايام المراجعة النهائية قبل الامتحانات. هراجع كده الملخص ده في ربع ساعة او في 10 دقايق، مش هياخد مني وقت وهبقى رجعت وافتكرت كل المعلومات القديمة. هنكرر بقى الجدول ده لمدة اسبوع وهتلاقوا نفسكم خلصتوا اكتر من 60% من التراكمات بعد اسبوع. صدقوني بجد مهما كان حجم التراكمات اللي انتوا مراكمينها، الجدول ده هيساعدكم ان انتوا تبداوا على اول الخط وتحطوا رجليكم فعلا في نقطة البداية، ونبدأ كده ونشوف احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. تعالوا بقى نعرف شوية نصايح واقعية ونفسية مهمة جدا بتأثر عليكم وانتوا مش حاسين ومش واخدين بالكم. في حاجات كده احنا بنتجاهلها او بنحس ان هي حاجة تافهة ومش مهمة، زي مثلا اصحابنا اللي بيقعدوا دايما يقولوا ان المنهج كبير وان احنا مش هنلحق وان احنا مراكمين حاجات كتير. شوية كلام سلبي كده بنسمعه في يومنا كل يوم واحنا في مدرسة واحنا مروحين من الدرس ايا كان. الكلام ده كله بيأثر علينا جدا جدا، بيأثر على ادائنا في المذاكرة وبيأثر على درجاتنا كمان عايزة اقول لكم ان السوشيال ميديا بتأثر علينا بشكل مبالغ فيه، بشكل مش طبيعي. واظن اكيد انتوا كمان عارفين حاجه زي كده وعارفين ان هي بتسرق وقتنا ومنبقاش عارفين ان احنا نتحكم في نفسنا. فنحاول ان احنا نبعد التليفون تماما عن المكان اللي احنا بنذاكر فيه. خلاص انا بذاكر، مفيش اي حاجه تشغلني، مفيش اي حاجه تعطلني، عشان النقط دي بجد حاجات تافهه بالنسبه لكم بس بجد بتأثر عليكم بشكل انتوا مش متخيلين.
كمان عايزه اقول لكم ان المكافآت بتاثر عليكم جدا جدا بالحاجه، ان هي تكافئ نفسك بجزء، يعني حاجه صغيره جدا، حاجه بسيطه. كل مثلا يومين 3 كده تجيبوا نفسكم حاجه انتوا بتحبوها، تقولوا لو انا خلصت الجدول بتاع الاسبوع بتاعي ده النهارده ومشيت عليه كله صح، هاجي في نهايه الاسبوع هعمل خروجه حلوه كده. ايا كان الحاجه اللي انتوا بتحبوا تكافئوا نفسكم بيها، المهم ان انتوا تعملوا مكافآت لنفسكم. عايزين نبقى دايما متاكدين ان المذاكره دي مش سباق ومين اللي خلص الاول ومين اللي خلص ومين اللي ما خلصش. المذاكره عباره عن اداره وقت، تعرف تنظم وقتك انت كده بتعرف تذاكر، انت كده هتلاقي نفسك مخلص ومنظم كل حاجه. لكن مش ان انا اقعد اكروت واخلص وانا في الاخر اصلا مش فاهمه اي حاجه. عايزه اقول لكم ان كلنا بنتعب وبنزهق، بس مفيش طريق سهل للنجاح ابدا، مفيش نجاح سهل، لازم تحسوا بالتعب اللي انتوا عملتوه. لازم تتعبوا عشان توصلوا. مفيش حاجه سهله، مفيش اي حاجه في الدنيا سهله، مش بس المذاكره والنجاح والكلام ده كله، مفيش اي حاجه في الدنيا سهله، لازم تتعبوا عشان تلاقوا الحاجه. بس لو انا كل يوم باخد خطوه للهدف اللي انا عايزاه، كل يوم انا بعدي كده بعمل انجاز، انا النهارده خلصت حاجه مهمه، كل يوم في انجاز بيحصل، انا كده بحس ان انا بتقدم. لكن لو انا كل يوم زي ما انا في مكاني ويمكن بتاخر كمان او ثابته، فطبعا لا، لازم نقلق، لازم نقوم وناخد خطوه ايجابيه. ما تقللوش ابدا من المجهود اللي انتوا بتعملوه، حتى لو مجهود بسيط، بس المهم ان انا اكون بعمل حاجه، مش واقف في مكاني زي ما انا ما بعملش اي حاجه او برجع مستواي بينزل لتحت. لا طبعا، عايزين نبدا ان احنا نطور من نفسنا على قد ما نقدر. بس انا معاكم جدا في نقطه ان مش دايما المذاكره بتكون سهله، مش دايما احنا بنكون عندنا طاقه ان احنا نذاكر. في ايام كتير بنحس ان احنا مش قادرين ولا نذاكر ولا ان احنا نركز ولا عايزين نعمل اي حاجه في اي حاجه. بس الصراحه لو انا استنيت المود المثالي عمري ما هبدا، لو انا استنيت لما يبقى مزاجي حلو عشان اذاكر عمري ما هبدا. لان المذاكره اكيد انا مش هيبقى ليا مزاج ان انا اقوم اضغط نفسي واقوم اجيب كتب واقعد اذاكر واجبر نفسي على حاجه انا مش حباها. فعشان كده احنا بنضحك على عقلنا، بنجبر نفسنا على المذاكره، بنحاول نحبب نفسنا فيها على قد ما نقدر، بنعمل حيل خداعيه كده علشان نذاكر وعلشان احنا مجبرين ان احنا نخلص الحاجات اللي ورانا. دايما لما بحس ان انا زهقانه او كده بفتكر انا في الاخر عايزه ابقى ايه، في هدف اساسي عندي انا عايزه اوصل له. كل الحاجات دي بتخليني ان انا اقدر ارجع شغفي من تاني وابدا اذاكر واتحمس تاني للمذاكره. عايزاكم بجد بجد تقعدوا مع نفسكم وتفكروا في الهدف الاساسي اللي انتوا عايزين توصلوا له. اكيد انتوا عايزين تجيبوا مجموع حلو السنه دي، عايزين تفرحوا مامتكم وباباكم، عايزين توصلوا لهدف معين. فاقعدوا مع نفسكم كده فكروا في الهدف اللي عندكم، ودايما كل ما تحسوا ان انتوا محبطين مش قادرين ارجعوا تاني افتكروا الهدف الاساسي اللي انتوا عايزين توصلوا له. ده الحاجه اللي هتخليكم ان انتوا تكملوا كل يوم اكتر من اللي قبله. كل ما تقعوا هتقوموا بسبب الهدف بتاعكم. وبجد اتمنى ان يكون فعلا الفيديو ده فاتكم. حاولت ان انا اجمع لكم كل النصايح والحاجات اللي ممكن تفرق معاكم فعلا الايام دي قبل الامتحانات، وانا عارفه قد ايه انتوا مضغوطين الفتره دي. وحاولت كمان ان انا اجيب لكم فكره الجدول اللي تمشي مع كل الطلاب، الطالب المتوسط والطالب اللي مستواه عالي والطالب المستواه قليل، كل الطلاب. بجد بجد اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فكره الفيديو النهارده. عايزاكم تعملوا لي لايك للفيديو لو فعلا الفيديو عجبكم، واكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين اعمل لكم فيديوهات ايه، وقولوا لي بصراحه ايه هي اكتر ماده انتوا مراكمين فيها اجزاء كتير وعاوزين خطه مخصوص لانهي ماده عشان اجهز لكم. احنا ان شاء الله هنعدي السنه دي سوا، واي حاجه اي ماده انتوا عندكم مشكله فيها قولوا لي في التعليقات وانا هبدا ان انا اجهز لكم ليها فيديو. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب عشان نوصل 35,000، خلاص قربنا خالص، وبعد كده نبقى عايزين نوصل 40,000 ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.